انا شفتك بتجيبي حاجات من محل رفايع في المنصورة، هو مش المفروض ان انت اتجوزتي ولا انت جهازك ما كانش كامل ولا ايه؟ بصي يا سوسو، هو في الحقيقة يعني السؤال بتاعك ده انا مقدرة فضولك وكده، وان انت شفتيني وما سلمتيش عليا، ودي حاجة هنتكلم فيها بعدين. بس هو السؤال ما بيتسألش كده. هو ممكن يبقى محرج لبنت، هي البنت دي مش انا يعني، انا هجاوبك عموما. ممكن يبقى حصل لها ظروف اتجوزت بسرعة فما جابتش كل حاجة في جهازها بقى بعد الجواز، فاهماني؟ فاحنا ما بنسألش الناس كده، احنا ممكن نسألهم بطريقة تانية. بالنسبة لي انا الموضوع مختلف تماما بقى. دلوقتي يا سوسو البنات انواع، تمام؟ في بنت كده تلاقي بتشتغل وتصرف اللي وراه واللي قدامها، تشتري بيه ميك اب تحطه على وشها عشان تحس بالسعاده. في بنت تانية بقى بتصرف اللي وراها واللي قدامها عشان تروح تشتري سكين كير برودكتس او منتجات عنايه بالبشره عشان تحس ان هي عندها جلاس سكين كده ووشها بيلمع فبتحس بالسعاده، تمام؟ في نوع اخر بقى من البنات اللي هو زي انا، خصوصا بعد الجواز جاله مرض اسمه مرض الرفايع، تمام؟ وهو تعريفه العلمي البحث عن اي شيء يسهل علي حياتي العمليه بعد الزواج. ب10 جنيه حاجه بحطها بلزقها في الاير فراير في اي جهاز عندي بالكهرباء، بستخدم الاجزاء دي عشان الم الفيشه بتاعتها حواليها تنظم لي الدنيا. اجرمت جبت التلاتة ب30 جنيه، ايه المشكله يعني؟ بنلاقيها في محلات الرفايع عادي جدا. قطعه ب35 جنيه زي دي بحطها في الشنطه، بتنظم لي الشنطه من ساسها لراسها. بحط فيها كل حاجه، هنا بقى الكريمات بقى وزبده الكاكاو مثلا من الاساس والليب بالم ومش عارف ايه، وهنا كمان عايز تحطي الشاحن حطيه، حاجات التليفون هنا عادي تفتحيها، هنا تلاقي حاجات بتحطي فيها برضو. هنا مثلا واحده زي بتسافر بتلم كل حاجتها في الشنطه دي، تمسكها كده اهو، تقوم حطها في شنطتها الشخصيه تتحرك بيها. لقيتها ب35 جنيه في محل رفايع برضو، تسيبها يعني. دي فرشه بتجيب الثنايا، يعني الحاجات اللي هي ما بين الشبابيك كده الصغيره دي، بتعملي كده 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 بتنضفي بيها الدنيا. تقريبا دي واقفه عليا ب15 جنيه حاجه كده يعني. اسيبها اتنين اسيبهم، بنجيبهم برضو من محل رفايع. بعدين قطعه ديكور تحس ان هي تابلو مش صينيه، تابلو، لقيتها في محل الرفايع، حطها على الترابيزه عندي في الريسبشن، احط عليها كاندل بتاع حلو. قطعه ديكور بنجيبها برضو من محل الرفايع، ده ب20 جنيه، بنجيبه للمشترك عشان ما يترميش على الارض، مثبتينه بدبل فيس في الحيطه، لازقين المشترك عليه من هنا في الجنب، نحط عليه الحاجات الدنيا تبقى